السلام عليكم. في العصر الأموي جاء شاعر يدعى الكميت بن زيد الأسدي إلى الفرزدق الشاعر الشهير، وقال له: قد نفث في لساني فكتبت شعرا فسأقوله لك، فإن كان حسنا أمرتني أن أذيعه، وإن كان سيئا سترته وكنت أحق من يستره علي. فقال له: قل. فقال الكميت: طربت وما شوقا إلى البيض أطرب. فقال الفرزدق: وإلى أي شيء تطرب يا أخ العرب؟ فقال: ولا لعبا مني وذو الشيب يلعب، أي أذو الشيب يلعب. فقال له الفرزدق: فالعب يا ابن أخي فإنك في أول اللعب. فاستكمل قائلا: ولم يلهني دار ولا رسم منزل ولم يتطربني بنان مخضب. فقال الفرزدق: فما الذي يطربك يا كميت؟ فأكمل قائلا: ولا أنا ممن يزجر الطير همه أصاح غراب أم تعرض ثعلب، ولا السانحات البارحات عشية أمر سليم القرن أم مر عاقب. فقال له الفرزدق: أجل لا تتطير. فأكمل قائلا: ولكن إلى أهل الفضائل والتقى خير بني حواء والخير يطلب. فقال له الفرزدق: ويحك يا كميت، ومن هؤلاء؟ فقال: إلى النفر البيض الذين بحبهم إلى الله في من نابني أتقرب. فقال له الفرزدق: أرحني يا كميت، من هؤلاء؟ فقال الكميت: بني هاشم رهط النبي فإنني بهم ولهم أرضى مرارا وأغضب، بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسب. والسرسل في قصيدة في غاية الجمال، وأخذ يمدح رهط النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما أتم القصيدة قال له الفرزدق: يا ابن أخي، أذع ثم أذع، فوالله إنك أشعر من مضى وأشعر من بقي.